لا مش عارف، طعمه غريب. يا ترى مين هم اشهر اماكن بتعمل رز بلبن في اسكندريه وتحديدا في محرم بيه؟ واشتريت من اكتر 3 اماكن مشهورين بيعملوا رز بلبن موجودين في ميدان الرصافه. اول واحد معانا هو بندق، وده عامل 14 جنيه ونص. وده شكل طبق بتاع بندق، شايفين وش الرز بلبن عامل ازاي بتاع بندق؟ شايفينه؟ حكايه يا جماعه، شكله حلو قوي يفتح النفس يعني. شايفين المعلقه عامله ازاي؟ شايفين؟ بسم الله. حلو ودسم وطعم القشطه كده باينه فيه، يعني تحس ان هو تقيل كده. بصوا، اول واحد معانا بندق، وده 100 100. ما نشوف اللي بعديه. تاني واحد معانا هو الشافعي ابو فارس اللي موجود في ميدان الرصافه. بصوا هو ده شكله، بس هو طبعا يعني شكله كده اتقلب مني في السكه بقى، ما تعرفوش ايه اللي حصل له، والله اعلم، ربنا يلطف بيه. ده سعره عامل 18 جنيه، ويعتبر اغلى واحد فيهم. وده شكل المعلقه كده زي ما انتم شايفين. وندوق ونقول بسم الله. لا مش عارف، طعمه غريب كده، ونشوف. بصراحه ما عجبنيش. هو ممكن يعجب حد تاني، بس بصراحة لا، ما عجبنيش ده خالص، مع انه اغلى واحد فيهم، بس هو ما عجبنيش خالص يعني بصراحة. ونيجي لتالت واحد فيهم حجازي، وده سعره 15 جنيه. وحاسس اصلا ان هو اتقل واحد فيهم، ولما جيت وزنته لقيت وزنه 233 جرام. فده كان اتقل واحد فيهم اصلا. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ شايفين الكريمي بتاعه؟ شايفين وشه اصلا عامل ازاي؟ حاجة بتفتح النفس وبتتكلم عن نفسها من غير ما انا اقول اصلا. عشان ندوق. لا، المعلقة اهي. يلا، بسم الله. حلو قوي، حلو قوي، بجد. يمكن احلى واحد في التلاتة. انا بالنسبه لي طعم القشطه حلو فيه، وخفيف، يعني حلو وخفيف في نفس الوقت. وبصراحه يمكن بالنسبه لي هو احسن واحد فيهم يعني. انا رحت اشتريت، هشتري من عند حجازي تاني. دلوقتي احنا هنيجي نقيم كل حاجه بترتيبها، يعني اكتر حاجه عجبتني هو حجازي، بندق، الشافعي. بس هو الشافعي بصراحه يعني مش عارف، حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. كان معاكم كريم زين. يلا باي باي.